في ناس كتير جدا مش بتعرف تغير باسورد الواي فاي ولا تعمل اخفاء لشبكة الواي فاي ولا تغير اسم شبكة الواي فاي. فانا في الفيديو ده جايب لك تطبيق سهل جدا جدا جدا، واحنا شرحناه كمان من يجي 4 5 سنين فاتوا، بنشرحه تاني اهو، ولكن هنشرح لك جزء بسيط منه ازاي تغير اسم الشبكة بتاعتك على الواي فاي وتغير باسورد الواي فاي وتعمل اخفاء لشبكة الواي فاي فقط بس. تمام. ولكن لو انت حابب نشرح بقية المميزات، كل اللي عليك سيب لي تعليق اسفل الفيديو وقول لي يا عبد الله كمل لي الشروحات عشان اخليك تقدر تحذر اي شخص موجود عندك من خلال التطبيق ده، وتقدر تحجب المواقع الاباحية وتقدر تعمل حاجات كتير جدا جدا من خلال التطبيق الجميل ده. تمام. كل اللي انا عايزه منك كمل معايا الفيديو للنهاية، ولو لسه انت مش متابعني فانت فايتك كتير، وادخل تابعني دلوقتي بسرعة عشان تحصل على جميع الاضافات اللي احنا هنشرحها. وهنشرح الخطوة دي النهاردة، ولكن في خطوات كتير جدا، بس كل اللي عليك سيب لي كومنت اسفل الفيديو هتلاقيني برد عليك على طول، ونبدأ نعمل ايه؟ نبدأ نشرح بقية التطبيق. يلا بينا على الشرح العملي، يلا بينا. كل اللي عليك هتمسك الموبايل بتاعك وتدخل على المتجر بليه، وتيجي هنا في البحث تبدأ تبحث عن تطبيق راوتر شيف. تمام. هنضغط على راوتر شيف هيبدأ يظهر تاني خيار، هنضغط عليه. هو ده اللي هتبدأ تثبته عندك. بعد كده هتبدأ تقول له فتح، يكون هو نزل على الجهاز بتاعك. بعد كده هتيجي عند الإعدادات هنا طبعا بتختار اعدادات اللغه. تمام. عايز عربي او اي حاجه. هنا اعدادات مزود الخدمه، لو ضغطت عليه كده انت تشوف بقى انت تبع وي، اورنج، فودافون، اتصالات، ايا كان منهم تبدا تحدد عليه. انا فودافون فمحدد على فودافون. هنطلع هنيجي هنا نختار اعدادات الراوتر، الموديل بتاع الراوتر. طبعا شوف الموديل بتاع الراوتر بتاعك كام، هتلاقي مكتوب عندك في ظهر الراوتر الموديل. شوف انا الموديل بتاع الراوتر بتاعي اتش 188 ايه، فانا محدد عليه. تمام. زي ما انتم شايفين. بعد كده هقول له قشطه، هاجي عندي اعدادات الراوتر هضغط عليها. هنا بيقول لي الاي بي الراوتر، ببدا ايه لو هو مش مكتوب عندك بتبدا انت تكتبه عندك 192.168.1.1. هنا طبعا اسم الدخول والرقم السري هتلاقيهم موجودين في ظهر الراوتر، اللي هو اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم في ظهر الراوتر. هنكتبهم زي ما انتم شايفين ونقول ابدا الاتصال. هنقول له نعم. طبعا زي ما انتم شايفين هنا اعدادات الواي فاي وتحديد السرعه وحظر المتصلين وبيانات الخط والاجهزه المتصله وحساب الخدمه واعدادات متقدمه والدي ان اس حجب المواقع الاباحيه. طبعا لو عايزين نشرح الحاجات ديت سيب لي كومنت اسفل الفيديو قول لي عايزين نشرح بقيه الحاجات دي ونبدا نشرحها لكم عادي. ولكن اللي احنا هناخده النهارده هناخد اعدادات الواي فاي. هنبدا نضغط عليه بالشكل ده كده، هيبدا يقول لك جاري عرض البيانات اهو. زي ما انتم شايفين هنا اسم الشبكه بتاعتي لو انت حابب تغيرها. هنا الحاله ظاهر او مخفي، يعني عايز تخلي شبكه مرئيه لاي جهاز بلوت واي فاي او عايز تخفيها تبدا تضغط على مخفي، يبقى كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. كده اظهار. هنا طبعا الرقم السري الباسورد لو حابب تغيره. هنا الامان محمي او مفتوح. اقصى عدد 32 جهاز يقدروا يفتحوا في نفس الدقيقه. تمام. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم، وصلى على النبي.